السلام ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده برنامجكم المفضل ليتس انجلش يلا انجليزي بكل بساطه. محتوى القناه بكل بساطه بيتكلم عن اللغه الانجليزيه بجميع مشتملاتها، ما تعدش قراءه كتابه تحدث صوتات السماع، ومش كده وبس، لا، نصائح لتعلم اللغه الانجليزيه وامتى تذاكر ونصائح للتعلم بشكل عام. عشان كده انا بنصحك والدنيا كلها تنصحك ومتابعيني بنصحك ويقول لك انزل حالا اعمل سبسكرايب عشان فايتك كتير جدا جدا، وادينا لايك وكومنت مشجع، ويلا نبدا على طول. صدق بالله يا عزيزي المتابع، انا صورت الفيديو 3 مرات، كل مره بتلاقي الفيديو بيقفل لوحده وبصور على الفاضي، فان شاء الله يا رب ده بقى الفيديو ده ينفع بخش على طول. حلقه النهارده مهمه جدا جدا وفيديو دمار شامل، فيديو مهم جدا للكبار والصغار وجميع الاعمار وجميع الستات، رجال، حريم، بنات، كل حاجه مهم جدا جدا. عشان كده ادينا عقلك كده وسيب لنفسك وجيب ورقه وقلم واكتب ورايا وسجل، عشان النهارده هنشرح امتى نحول الفعل او الاسم الى جمع، امتى نضيف اس او اي اس او اي اس الى الاسم المفرد ونحوله الى جمع. حلقه مهمه جدا صح؟ طب يلا بينا نخش على طول. امتى نضيف اس؟ بكل بساطه بكل سهوله، مفيش اسهل من كده. نضيف اس الى الاسم المفرد، اي اسم مفرد واسم مفردات كتيره جدا، اسم على زي ما احنا عارفين بقى. مثلا كلمه تري نحولها الى شجره، نحولها الى كلمه اشجار نقول تريز. كلمه جيرل بنت نحولها الى بنات نقول جيرلز. كلمه مثلا كار عربيه نحولها الى عربيات نقول كارز، وهكذا. كل بساطه كل سهوله، سهله ومش محتاجه اي حاجه. عشان كده على طول هنخش فيه بقى في شغل الجد. امتى نضيف اي اس الى الاسم الجمع؟ بص يا غالي، اي كلمه اخرها احد الاصوات، هقول تاني، اي كلمه اخرها احد الاصوات اللي انا هقول لك عليها ديت نضيف على طول بعدها اي اس. طب انت بتقول إيه ليه؟ طب ليه بقى احد الاصوات مش احد الحروف؟ رغم ان انت تقول لنا حروف. بص يا سيدي، في كلمات اخرها نفس الحروف دي ولكن بتدي صوت تاني، صوت مختلف. كلمه مثلا ستومك اخرها ستومك، اخرها حرف سي اتش ولكن بننطقه ك، فعشان كده عشان نحوله الى اسم جمع او نحوله الى جمع فنقول ستومكس، نضيف اس بس. طب ايه هي الاصوات ديت؟ بص يا سيدي، حرف الاس وده بيقول س، حرفي السي اتش، حرفي الاس اتش، حرف الاكس اكس، حرف الزد زد، وحرف الاو. ولكن حرف الاو دي بقى اللي هي حته ثانيه خالص هنشرحها دلوقتي. يبقى احد الاصوات الخمسه اللي انا قلت لك عليهم دول لو انت سمعتهم في اي كلمه تضيف على طول بعدهم الاي اس. طب نخش على المثال. كلمه فوكس، فوكس اخرها ايه؟ اكس اكس، واحنا قلنا الاكس من احد الحروف الخمسه دول، عشان كده بنضيف على طول عشان نحولها الى جمع نضيف الاي اس. كلمه واش، كلمه واش اخرها حرف الاس، حرفي الاس اتش، عشان نحولها الى جمع بنقول واشز. تمام. طب ايه موضوع بقى حرف الاو ده؟ حرف الاو ممكن نيجي على طول نحط بعده اي اس او ممكن نضيف الاس، مش فارقه. زي كلمه مثلا بافلو اخرها او، ممكن نقول بافلز وممكن نقول بافلو باضافه اي اس، مش محتاجه الاو نحط ايه، نحط اس او اي اس. يا رب تكون وضحت. هنبه تاني، احد الاصوات الخمسه اللي هي حرف الاس بيطلع صوت حرفي السي اتش بيطلع صوت حرف الاس اتش بيطلع صوت حرف الاكس، حرف الزد زد. شفت الاصوات دي او سمعتها؟ كنت سمعت الاصوات دي في اي كلمه نضيف على طول اي اس الى الكلمه. تمام تمام. طب امتى نضيف اي اس؟ بص يا غالي، في قاعده، الكلام ده في قاعده، الدنيا سهله والدنيا جميله والدنيا بسيطه، ولكن انت بس ركز معايا كده. بص يا غالي، اي كلمه اخرها حرف الواي نحذفه ونضيف اي اس، ولكن خد بالك، اخد بالي من ايه بقى؟ انت قلت اي كلمه اخرها حرف الواي، في شواذ يا غالي، ما تستعجلش كده، ما تخليكش مستعجل، اهدى. في كلمات شاذه زي كلمه مثلا بلاي، كلمه بلاي اخرها حرف الواي. طب تمام، ايش بقى الغلط ان نحذف الواي ونضيف الاي اس؟ لا، بص يا غالي، بص تاني، معلش يا غالي ركز معايا يا غالي. لو شفت قبل حرف الواي الخمس حروف المتحركة المعروفة في الدنيا كلها اللي هم الاي اي اي او يو، لو شفت الحروف ديت بنحذفش اي حاجة، بنضيف الاس على طول، ما بنحذفش حاجة. كلمة مثلا بوي اخرها حرف الواي، طب ماشي تمام، ولكن قبل حرف الواي ايه؟ حرف الاو، حرف متحرك، فعشان كده نقول بويز. تمام. نرجع بقى للنقطة بتاعتنا، أي كلمة آخرها حرف الواي بيحسبها يضيف أي إي إس، زي كلمة بس ولكن مش قبلها حرف متحرك. كلمة فاميلي آخرها حرف واي بنحسبها ونضيف أي إس فنقول فاميليز. كلمة ليدي آخرها حرف الواي ولكن قبلها حرف الدي، ما هوش حرف متحرك، تمام، فنضيف الأي، نحذفه ونضيف الأي إي إس
يا رب تكون وصلت كده. سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. اخر حاجه معانا او قبل الاخير عشان في حاجه مهمه جدا جدا، هي الاسماء الغريبه او الاسماء اللي ما تعرفلهاش شكل من هين كده خالص. هنقولها ولكن خليك معايا ما تستعجلش. ماشي يا غالي؟ ماشي. الفي اي اس في قاعده والله الدنيا جميله وسهله. ركز بس معايا انت وكمل الفيديو كده وانزل نعمل سبسكرايب. ما تنساش اي كلمه اخرها الاف او الاف اي على طول بنحذفهم ونضيف الفي اي اس. خد بالك الاف ما بتطلعش صوت اف، لا انا اقول اف. في كده ايه نتشه حرف الفي كده فيها فيها كده ايه نتشه خفيفه كده. تمام. كلمه مثلا وايف اخرها اف اي فنضيف لها الفي اي اس فنقول نحذف الاف ونقول وايفز. كلمه ليف اخرها حرف الاف فنحذف الاف ونضيف اي اف نقول ويفز. lives. تمام. طب ايه بقى قصه الاسماء الغريبه دي؟ قصه الاسماء الغريبه دي يا غالي ان هي مهما تعمل فيها ولا بتضيف لها اي اس ولا اس ولا اي اس ولا في اس ولا الكلام ده خالص. كل اللي انت بتعمله انك بتبدل حرف بحرف او بتبدل حرفين بحرفين وما بتغيرش اي حاجه، هي بس ايه بتدي معنى مختلف. تمام. كلمه مثلا مان معنى رجل، طب عاوزين نحولها الى جمع نعمل ايه؟ نقول مانز ولا مينز ولا مايز، مفيش الكلام ده خالص. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن. كده احنا بنعمله نعمل بنبدل حرف الايه بحرف الاي نقول من. كلمه فوت نبدلها ونقول فيت، بنشيل الاو ونضيف اي. بس كده سهله وبسيطه هي والله. انا حاسس ان انا بتكلم بسرعه مش عارف. انا حاسس بتكلم بسرعه. يا رب تكونوا فاهمين. بس وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. بالله عليك يا غالي انا تعبت قوي في الفيديو ده رغم ان هو بسيط وسهل خالص بس تعبت فيه. عشان كده انزل حالا اعمل سبسكرايب كده وكومنت وشجع. والله 3 مرات صورت 3 مرات. سامحني معلش بشكي لك ان مين غير انت اللي ليا في الدنيا دي بعد ربنا. ورب تكون استفدت من الفيديو. ولو انت ما فهمتش معلش انا بتكلم بسرعه انا عارف. راجع تاني الفيديو تاني معلش راجعه تاني يا سيدي 5 دقايق بس من وقت. واعمل لايك وفلو وسبلور ثاني وبس كده. سلام. يا رب يكون صبر.